في حاجات حصلت لك في طفولتك بتأثر عليك لحد دلوقتي. اللي حصل لك وانت صغير كان شكله بسيط، بس ساب جواك تشوهات نفسية خلتك تحس انك مرفوض، او بتخاف تتكلم، او حتى مش قادر تحب. هقولك النهاردة ان شاء الله ازاي تربيتك أثرت على شخصيتك، وازاي تقدر تتعافى بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. فاكر أول مرة اتقالك فيها اسكت؟ وإحنا صغيرين كنا بنكتشف أصواتنا، يعني قلنا كلمة غلط أو ضحكنا بصوت عالي، فجأة لقينا كل اللي حوالينا بس عيب، اسكت، ليه صوتك عالي؟ في اللحظة دي ومن يومها بدأنا نكتم، مش بس صوتنا، لا، بقينا نكتم مشاعرنا، نكتم رأينا، حتى نفسنا بقينا نكتمها. ما احنا مش عارفين، يعني أنا طفل، فمش مدرك هو أنا إمتى أبتدي إني أتكلم وأعبر. فاكر لما أنت كنت قاعد في وسط الكبار وبتحاول تحكي تتكلم تقول أنا موجود، بصوا شوفوا أنا قاعد معاكم. في اللحظة دي لقيت بابا أو لقيتي ماما بتشخط فيكي وبتقولك الكبار بيتكلموا، عيب، انت ازاي بتتكلمي بالطريقة دي، أو ازاي تتدخلي أو هنا على طول بيوصلك إحساس بيسيطر عليكي إن انت كلامك ملوش قيمة، إن انت دي حاجات جوانا سابت أثر، أثر صعب قوي على فكرة. تبان إنها عادي، لكن أنا أفتكر إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعدي على صبية كان يقف ويسلم عليهم، عايز يقول للصغنن ده إنك أنت ليك قدر، أنا شايفك كبير، أنا بتعامل معاك على إنك قيمة وقامة في المجتمع. ولاد دلوقتي مختلفين تماما عننا، إحنا جيل وهم جيل. أنا مش حابة اللي بيحصل دلوقتي بالانفتاح اللي موجود، اللي هو بتكلم في أي حاجة وفي أي وقت، ولا اللي عشناه وإحنا صغيرين. زي مثلا لما كنا نلعب أو نسأل أو حتى نضحك ضحكة بريئة، نسمع الكلمة القاطعة، عيب، إيه ده، ما يصحش، أنا كده معرفتش أربي. ساعتها أنت ما فهمتش إيه العيب ده، يعني أنت ما فهمتش إيه اللي أنت عملته علشان يتقالك عيب، بس فهمت إن في حاجة غلط جواك. كبرت بقى وأنت بتجلد في نفسك على حاجات كانت طبيعية، يعني هي طبيعية جواك، يعني طفل بيلعب، طفل بيسأل، طفل بيضحك. لا، لو كنا عشنا المرحلة دي صح ما كانش هيطلع مننا ناس عندها مشاكل نفسية. يعني افتكر كده لما كنت تجري في البيت، تجري لابس البيجامة وبتضحك صغنن، ويتقالك ايه ده، انت عبيط، هو انت كبرت، هو انت مش عارف ايه العيب، بس حسيت ان جسمك نفسه فيه عيب، يعني ان انت تتنطط وانت لابس البيجامة وانت صغنن كده، لا. يعني طفل بيجري ويتنطط في البيت فرحان بالبيجامة اللي لابسها، بنوتة لابسة فستان جميل فبتتنطط، فيتقال لها عيب، الله ما تعقلي. فتحس في الوقت ده ان جسمها ده فيه عيب، انه جسمه فيه عيب، ما هو مش عارف يا قلبي المشكلة كانت فين، يعني هو انا بعمل ايه، هو كلمة عيب دي متصدرة لإيه، ليا ولا لتصرفاتي ولا الحاجة جوه أنا مش فاهمها. فبيحصل لخبطة، بيحصل مشكلة، الطفل نفسه ما بيبقاش فاهمها ولا مدركها، بس بتتخزن بقى جواه، بيحتفظ بيها بقى العقل الباطن وبيحتفظ بيها غلط، يعني هو بيخزن حاجة أساسا غلط، يعني مش فاهمها. فيبتدي
الولد الصغنن ده اللي هيبقى بابا في يوم من الأيام، والبنوتة الصغننة دي اللي هتبقى ماما في يوم من الأيام، تطبق معاني على ولادها غريبة. ما هي مش فاهمة، هي بتطبق. ما هو التخزين ده بيبقى ليه وقت علشان يطلع بقى، علشان يبتدي يشتغل. فللأسف جيل بيطلع جيل في عنده مشاكل. احنا محتاجين نركز قوي على نفسنا في المرحلة اللي جاية، علشان واحنا بنتعامل واحنا بنتعايش احنا كاحنا ولادنا، بمجرد إدراكنا احنا هنقدر نتعامل معاهم صح ونقدر نوجههم بشكل صحيح. بس أنا بتكلم على المشاكل اللي احنا عشنا بيها واحنا مش مدركينها. يعني أنا مش عارفة، أنا عندي مشكلة جوه وأنا مش عارفة، بس لما كبرت ابتديت يعني مع الاطلاع والانفتاح اللي احنا فيه. ايه ده؟ هو ده بسبب ده. وتعالوا نروح بقى للنجاح اللي محدش شافه. أنا جبت 8 من 10، فرحان جدا وسعيد وطاير من الفرحة، فجريت على ماما. أول حاجة اتقالت لك: وليه ما جبتش 10 من 10؟ هما اللي جابوا 10 من 10 أحسن منك؟ ليه؟ ناقصك إيه؟ ما أنت بتاكل وبتشرب، ما أنت بتلبس، ما أنت. في اللحظة دي اتصدر ليك إحساس إنك مهما عملت مش كفاية، فبقيت بتسعى وبتكسر نفسك علشان كلمة تقدير ما سمعتهاش زمان. تخيل كده لما ترسم رسمة جميلة، تقعد طفل جميل تقعد ترسم رسمة جميلة وانت شايفها حلوة تحفة، فتجري على بابا وتقول له: بص، ايه رأيك؟ فيقول لك: ايه ده؟ هو انت ليه خارج بره الخط؟ ليه مش ملونها بالألوان اللي هي المفروض تتلون بيها؟ في اللحظة دي بتحس بخيبة أمل، فبتعيش بيها. في 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 الوقت ده طفل سبحانك يا رب ما بيتعلمش فيه، وفي طفل تعلم فيه، فلما يكبر يطبق مع ولاده اللي اتخزن عنده من وجع وألم، بيبتدي يصدره. وهو برضو مش فاهم هو ليه بيعمل كده. هو خلاص طلع على كده واقتنع ان هو ده الصح وان هي دي شكل التربية، وان لو ما عملتش كده. اذا كنت انت عندك مشكلة، انت عايز تطلع مشاكل تانية بقى في ولادك. والجيل دلوقتي غير جيلنا. احنا زمان التلقي بالنسبة لنا كان الأستاذ، التي في، القصة اللي بتحكيها ماما. مفيش كان الانفتاح بتاع دلوقتي وولاد دلوقتي. وتعالوا نروح للمقارنة اللي وجعتك وانت ساكت. بص ابن خالتك، بص شاطر ازاي، بصي بنت الجيران، شوفي قد ايه هي مؤدبة وتعلمي منها. بصوا المقارنة دي. لما يجي طفل جميل كده يحاول يوصل لماما ان هو خلاص بدأ يعتمد على نفسه، عنده 6 سنين كده، فبيلبس هدومه ولوحده يعني، فيروح علشان يوريها ان هو بيلبس هدومه لوحده، فتشخط فيه وتقول له: ايه ده؟ عملت ايه يعني؟ ده بنت خالتك اللي عندها 3 سنين بتلبس لوحدها. فجأة حس ان انجازه بقى ولا حاجة. بقينا بنسمع كلمة المقارنة ومش قادرين نعبر انها بتوجعنا بتألمنا. فخلاص كبرنا والمقارنة بقت صوت جوانا بيقول لنا ان احنا عمرنا ما هنوصل وعمرنا ما هنكون، لان احنا مش شبه فلان ومش شبه علان، واحنا جوانا نواقص كتير وعمرها ما هتكتمل. آه، طيب، عشنا ده وتربينا عليه وعمل فينا مشاكل نفسية، هنفضل ساكتين؟ لا. مش انت أدركت؟ مش انت سمعت؟ فك بقى القيود دي، فك، اتحرر منها، واعرف انها كانت عادات خاطئة. ما تطلعش ولادك عليها، ما تعيش بيها. بالعكس، بمجرد لما العقل يستوعب بيتحرر، بيفوق. فانت اوعى تعيش بالوجع ده وتقول: انا عمري
ما هكون زي فلان، مش مهم تكون فلانة، مش مهم تكوني زي فلان ولا فلان خليكي نفسك. ونروح لخوفك من الحب اللي ما كانش فيه أمان. كل مرة كنت تحب إن أمك تاخدك في حضنها وتتكلم معاك عن قرب، كان في خوف جواك، خوف من الرفض، خوف من السخرية، خوف من البعد. ما انت عمال بقى يتصدر لك عيب وما يصحش وبس وهص. فالحب كان مشروط، انت فهمت كده. انت كان نفسك تجري كده وماما تاخدك في حضنها. فانت لمست ان الحب كان مشروط، بيفكرك انك لازم تكون حد تاني علشان تتحب. يعني ايه اجري على بابا واخده كده بالحضن قدام الناس؟ يتقالك ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ عيب، انت كبرت ما بقيتش صغير، انت كبرتي ما بقيتيش صغيرة. ساعتها احنا ما فهمناش، بس قلبنا انسحب. قلبك في اللحظة دي، قلبك في اللحظة دي انسحب، وبدأ يتعلم انه يحب بحذر. خلاص، ما انا مش عارف، يعني انا طفل، فكل اللي بيتصدر لي ملخبطني متوهني بيتخزن عندي. فلما بكبر فيه اللي بيقدر يتخلص منه ويفهمه، وفيه اللي بيعيش بيه وبيطبقه، ودي بتبقى مشكلة لأنه بيطلع جيل عنده نفس المشاكل. فأنت بمجرد ما تستوعب إن دي كانت أخطاء في التربية، تحرر منها خلاص. وما تلومش عليهم ليه؟ علشان هم اتربوا بنفس الطريقة. معنى إن هو رباك كده هو اتربى بنفس الطريقة. الطفل اللي جواك لسه مستنيك تسمعه، تحضنه، تطمنه، لأنه يستاهل الحب من زمان. أحبابي، ربنا يحفظكم ويسعدكم. تعالوا بقى نروح لسؤال نهاية الحلقة. لو رجعت بينا الأيام، إيه أكتر جملة وجعتك وإنت طفل ولسه فاكرها لحد النهاردة ومأثرة فيك؟ شاركوني بقى بتعليقاتكم، وأتمنى الحلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم. وأتمنى من الله اللي تعجبه الحلقة يشيرها بقى ويبعتها لأحبابه، وليك معايا برضو الأجر والثواب لأن كلنا بنساعد بعض. تحياتي وتقديري لكل أحبابي ومتابعيني، أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.